السلام عليكم، يسعد مساكم مساء الفل والرضا والرزق على احلى متابعين في الدنيا. اخباركم عاملين ايه؟ يا رب نكون في احسن حال واحسن صحة، ورجعت لكم بيوم جديد وفيديو جديد. بس يلا بينا نقول صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب عليه افضل الصلاة والسلام. وكمان اقول يدوم عزك، يدوم عزك اللي بتعملي لايك وتشتركي في القناة، يدوم عزك اللي بتكتبي تعليق حلو جو زين. ربنا يبارك فيكم يا رب. عيلتي هتكبر بيكم وليكم، هتكون عيلة كبيرة جو جو جو، هي سعيد وعوائد. باشكركم على سؤالكم وعلى كلامكم وعلى اهتمامكم، ربنا يبارك لي فيكم، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب ان شاء الله. بصوا الفيديو النهارده كده، اخدت لكم جولة في السلم بعد. بصوا بعد ما خلصوه، يعني بصوا هنا السلم بتاعنا اللي كان هنا لو تلاحظوا كان مكسرين مكان الحديد، لا عملنا المحارة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله كده يعني. حبيت كده ايه، تشوفوا معايا الحاجات اللي انا يعني ما عرفتش اصورها وهما بيعملوها. بصوا عملت لكم الجوله دي، يعني كانوا لسه حالا. بصوا لو تلاحظوا الاسمنت لسه ما نشفش، ما تقولوش الارض يا مريم، اقول لكم لسه في فيديو هنزل لكم، الفيديو بتاع التنظيف بتاعت السلم من المحاره طبعا اللي نزلت. هنا كنت بوريكم لان لسه لينه، كانت لسه معموله، لسه ما نشفتش السلمه، ولسه كمان هتدهن كمان. الصنايع يعني قالوا لنا سيبوا الاسمنت تنزل عليه الدهان، بدل ما ينزل على السلم لا ينزل على الاسمنت، وبعد كده بكنسوه سيب السلم زي ما هو كده بالاسمنت بتاعه علشان خاطر هنكمل عليه الشغل. هنا زي ما انتم شايفين فرحة كانت طالعة فوق السطوح، وبتطلع فرحة فوق السطوح. عايزة اقول لكم بتروح رايحة للحمام والفرخات وبتوع ستها، وهي وستها دلوقتي يبقوا قطط وفران. وتروح اول ما بتروح مطيرة الحمام وتخليه يسيب عياله، وتروح للبيض بتاع الحمام تلمه وتلخبط البيض مع بعضه وتبهدل الدنيا. كنت بجيبها عشان خاطر ايه؟ ما نعملش شغلها. هنا بقى ده كده الوش الاخير او النهائي بتاع البيت اللي هنقف عليه. يعني بصوا كده ده شقة عرسنا، ربنا يا ربي كل حد بيشوفني ربنا يحقق له كله بيتمناه، وربنا يرزقنا انا وياكم بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يكرمنا بالبيت الملك، وربنا يا رب يكرمكم ويرضيكم. كل ام بتشوفني ربنا يفرحك باولادك يا امي ويبارك لك فيهم، اللهم امين يا رب العالمين. ما تشوفي شر ابدا ويخليكي ويبارك في عمرك. كل عروسة وعريس بيشوفوني ربنا يتمم لكم على خير ويسعد قلوبكم، وكل بنوتة ربنا يكرمها بالزوج الصالح اللي يتقي ربنا فيها. قولوا ان شاء الله امين، اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. حبيت كده اوريكم الشكل النهائي للشقة. طبعا لسه الشبابيك والبيبان. هنا ده الجبس بورد اللي اتعمل فوق المطبخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ما شاء الله. برضو عايزة رأيكم، ده اللون الأخير أو التشطيب الأخير للشقة، يعني الشقة خلاص كده خلصت. هتقعد بقى اللي هو اللون الأخير، اللي هي اللون الأخير اللي هو اللي زي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي احنا هنعمله إن شاء الله بإذن الله قبل الفرح ب15 20 يوم. ده جبس برضو كده بتاع الصالة، دي الصالة كده زي ما انتوا شايفين. ده كده المطبخ مفتوح على الصالة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. هنا برضو دي الأوضة دي هتبقى أوضة النوم، لأن هو تقسيمة البيت كده هي أكبر أوضة، فهي الأوضة اللي هينفع تشيل أوضة نوم كاملة، يعني عن الأوضة اللي فيها البلكونة والأوضة التانية مساحتهم أصغر. برضو كده السقف بتاعنا خلاص خلص، فاضل بس هي الكهارب اللمسات الأخيرة بتاعت أي شقة يعني، والوش الأخير. الدهانات بتاعته جاهزة وكل حاجة، مفضلش غير بس ربنا يكرمه يا رب. ادعوله بالزوجة الصالحة والذرية الصالحة، اللهم امين، ويعوض عليه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انتوا عايزه اقول لكم ان انا كمان في فيديوهات عاملاها للشقه نظفناها وبعد كده عملوا الدهانات بهدل التاني. عايزه اقول لكم احنا الشقه واخده تعب يعني شديد مننا. إيه، بس الفرحه زي ما اتكلمنا، الفرحه بتنسي اي حد اي تعب. عايزه اقول لكم السيراميك بصوا مش باين، رغم ان في فيديوهات عاملاها نظفتها. احنا كده هننضفها كده. خلصوا كانوا بيعملوا في البيبان، هيخلصوا البيبان بعد كده الشقة هتتنضف وهتتجفل، يعني هتتنضف كلها وهتتظبط البيبان والشبابيك بتاعتها. وبعد كده هوات يا بنات هنقفلها لحد ان شاء الله باذن الله، باذن الله تعالى. بقى بعد كده هتبقى ايه، ترابه خفيفه كل كده مدى نكنسها نمسحها اللي هو ايه براحتها، تفضل كده لحد ما ربنا يكرمه بالعروسه ان شاء الله باذن الله، ويعوض عليه ويرضيه رب ويتحدد الفرح. بعدين بقى هنعمل المنظر ده تاني، هنديها
الوش الاخير وتتجفل تكفيله صح. بس البيبان والشبابيك هنعمل لهم المشمع وهنجفلهم، وحطينا سلك في الشبابيك بحيث ان هي ايه تمنع التراب فيما بعد. يعني هنجهز ونوضب يعني، وهتبقى فاضله السباكه بس والوش الاخير هما اللي هيركبوا بعد قرب الفرح ان شاء الله باذن الله تعالى. الشقة معمولة كلها لون واحد، ألوان كده فاتحة، لسه أنا مش عارفة الألوان ايه، الحيطان ايه. برضو عاملين بيت الشاشة لسه ما ظبطوهوش، وعاملين جنب قطيفة ومظبطين الدنيا يعني زي ما انتم شايفين. الأوضة دي مش عاملين فيها أي لمسات خالص، هي أوضة أطفال. كنا عايزين نعمل شكل في النص بس ما يعني الحمد لله خير يعني. فده الشكل كده. الأوضة دي هي الوحيدة اللي ما اتعملش فيها أي شغل، لسه ما اتظبطتش فيها شغل، مش عارفة هيعمل ولا لأ. هنا دي الأوضة بتاعة البلكونة اللي هي إن شاء الله بإذن الله يا بنات زي ما احنا اتكلمنا. الأوضة اللي جوه اللي احنا كنا سايبينها دي أوضة أطفال، فالأوضة دي هتبقى أوضة صالون. يعني بصوا هنحط فيها النيش كده صغير، دلوقتي بطلت الحاجات الكبيرة الضخمة، وهنعمل عايزة أعمل كده بقوله دايما صالون كده شيك صغنن يعني، بحجمه كده صغنن كده يبقى شيك في الأوضة. بطبيعي ان شيء طبيعي ان ممكن البلكونة والشباك، فالبلكونة يعني ايه عشان طلعتها ودخلتها، خلينا ما خليناش اوضه العيال على الشارع، خلينا الاوضه اللي من جوه اللي هي جنب المطبخ والحمام يعني والبلكونه. حتى نحط فيها اللي هي ايه الصالون والنيش يا بنات. الصاله هتبقى الركنه، وهتبقى ال الشاشه بس. يعني مش عايزين اللي هو ايه وعفش رجيج كده وخفيف سهل كده، وسجاده في النص وستاير. بصوا الدنيا هتظبط، هتبقى شيك ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا كده كنت بوريكم بقول لكم بصوا ما شاء الله البيت على الجسر، فمنظر كده كل البيت عموما يعني الثلاث اوض والصاله مفتوحين على الجسر كده، فتحس تفتح الباب شباك اقصد، تفتح الشباك كده منظر حلو جدا. عايزه اقول لكم بالليل جميل، هواها حلو خالص، الشقه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا كده كنت بوريكم ان البلكونه لسه زي ما هي. بصوا عايزه اقول لكم متعب يعني، الموضوع متعب وشق جدا. هنا كده بصوا البلكونه ما شاء الله الشكل كده الجسر والطريق، ان هي لسه البلكونه ما اتدهنتش. خلص وش البيت وخلصنا الشقه تحت، وحاليا شغالين في السلم. هنا بقى بناتي، هنا بقى مودة وفرحة عاملين فرح يعني. في لقطة كده هحطها لكم في آخر الفيديو. الفرحة وهي بالزغرط وخربة الدنيا ومسكتاش وعاملة فرح. فرحانة لخالها، ربنا يفرحها انه يفرح بيه يا رب ويتمم له على خير ويسعد ايامه، واللهم امين يا رب العالمين. بص هي ومودة ما شاء الله شغالين بيزغرطوا وبيهيصوا، بصوا فرحانين وفرحة عمالة زغرت وعمالة تتكلم. جربت اخلص ايه، اقفل الباب. عاملين فرح من دلوقتي، ربنا يفرحنا ويفرحكم يا رب، ويجعل ايامنا وايامكم كلها فرح وسعادة وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. اوعوا تطلعوا من الفيديو، استنوا اسمعوا بس اخر الفيديو. نزلت المقطع ده بصوت عشان تسمعوا اذا غلطت فرحة وهي فرحانة بالشقة. وعايزة اقول لكم اي حاجة فرحة تسمعها بتحصل تقعد تزغرط. ربنا يحميها يا رب ويحفظها ويخليهم لي، وادعوا لي ربنا يكرمني بالملك، وربنا يكرمني واخوه بنات، اللهم امين يا رب العالمين، بالولد الصالح يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هي مودة ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. حبيت كده اوريكم يا بنات الشكل النهائي اللي احنا وصلنا له. عايزة دعواتكم ليا، ربنا يفك كربنا ويزيل همنا ويطلعني من الحالة النفسية اللي انا فيها، ويشفيني ويعافيني يا رب، ويشفي كل مريض بيتألم، اللهم امين يا رب العالمين. دعوة حلوة من القلب لكل عيلة السعيد وعوائده بالستر والصحة وراحة البال ورزق يتعجب لأهل السماء والأرض. ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يطعم كل محروم، ربنا يديكم ويرضيكم ويفتح لكم أبواب الرزق والسعادة والهنا، اللهم امين يا رب العالمين. دعوة حلوة لأم سلمان بالصحة والستر وراحة البال ورزق يتعجب لها للسما والأرض، ربنا يسد معلها من ديون، ربنا يفتح لها أبواب الرزق كلها الحلال ويكرمها في ولادها، اللهم امين. تشوفهم أحسن الناس ويجمعها مع النبي محمد. دعوة حلوة لأنسة منى، ربنا يفك كربها ويزيل همها وينصرها على من ظلمها ويكرمها بالزوج الصالح ويجمعها بنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أنا وهي كل من قال أمين. دعوة حلوة لمتابعتي بتدعي لبنتها بالتوفيق في الدراسة، ربنا يوفقها ويرزقها، اللهم امين يا رب العالمين. دعوة حلوة لأبو أحمد مريض سرطان، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض بيتألم. دعوة حلوة لأم حسن بالشفاء. زغرت تاني يا فرح جدع.